اول ما تقول لي ايه قومي اقفلي الباب فعيط. بصي مفيش. فلما كانت حد يكلمني كنت اعيط، كان يسأله بتعيط ليه؟ قلت له وجعاني. قالوا لي نعم. كانوا كام؟ اجيب لهم رقم تعجيزي بحيث ما يلاقوهوش. 36 لون اصلا. طب فين؟ عشان انا معايا، انا متاكده ان الالوان سليمه، مش هجيب لهم علبه الوان طبيعيه تبقى 14 12 لون كده. 36 لون، هاتولي 36 لون. فكانت هم كانوا طبعا معايا في المدرسه. انا حاسه هتتكلم كتير. هم كانوا معايا في المدرسه فكانوا يندهوا لهم. ف والله كانوا من انطوائيه، والله كنت طفله انطوائيه. وشوفي حد واضح عليا. انا برضو موضوع الباب ده حصل معايا برضو. كنت دايما قاعده في التخت الاولى، فكنت دايما ما اقعدش افكر، بقعد في النص عشان محدش يطلب مني اي حاجه. كنت شاطره وممتازه الحمد لله، عشان بس تفهموا. كان فاهم قوي البت دي. طبعا. معلش يا جدعان، سقفه كده يا جدعان. اسكت قليلا احتراما وتقديرا ليا طبعا. ما علينا. فقالت لي قومي اقفل الباب مره، فانا برضو وقفت قدام الباب وعيطت. كنت في ثالثه ابتدائي. ومره برضو من كتر برضو اسمها ايه، الانطوائيه، المدرسه قالت محدش يجيلي صح كتاب، كل واحد انا هجيله على الديسك بتاعه واصحح له. حلو. كل مره كان بيحصل العكس، كل العيال بتروح له. فضلت سنه كامله ما بصححش الكتاب لغايه ما تقولي تعالي يا الاء. من كتر الاحترام والادب، مع ان كل الفصل ما بتسمعش الكلام، يعني كل مره يقولها وكل مره تقول ما تقوليش، وانا الوحيده اللي بسمع الكلام. ففضلت السنه كامله ما بصححش الكتاب. دي برضو من حته من الانطوائيه يعني.